السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم كسرة فطير للمبتدئات بطريقة سهلة. نبداو على بركة الله. بسم الله. ناخذ إناء نحطو فيه 3 كيسان سميد متوسط و3 كيسان سميد رطب كيما راكم تشوفوا. بهذه الطريقة راح تحصلوا على كسرة ولا أروع. ملعقة صغيرة خميرة خبز، ربع ملعقة أو نصف ملعقة خميرة حلوة، ملعقة كبيرة سكر، وعندنا ملعقة صغيرة ملح. كيما راكم تشوفوا مكونات بسيطة وبنتها ولا أروع. نخلطوا المكونات جيدا النواشف يعني مع بعض. بعدها راح ناخذ كاس إلا ربع زيت. انا راح نستعمل الزيت العاديه، ممكن تستعملوا زيت الزيتون يعني هنا اختياري. كيما راكم تشوفوا راح نكمل نعمرها بالماء عفوا. وسر نجاحها هذه الخطوه يعني نخلطي الماء مع الزيت راح تتحصلي على كسرة ولا اروع. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتجربوا الطريقه لانه تستاهل التجربه وبنتها ولا اروع. هنا راح نزيد نصف كاس ماء ونطم العجين تاعنا بهذا الشكل بلا ما نبسوه. راح نتحصلوا على كسرة فطير كأنها قاطو وتجي ما شاء الله بنتها ولا أروع. نكمل انايا نطمها بالماء بهذا الشكل، يعني ناخذ كاس ماء آخر ونطمها حتى نتحصل على عجينة متمسكة طارية كما راكم تشوفوا. نقوم بهذه العملية باش ندخلوا كامل يعني الزيت والماء مع بعضها بهذا الشكل. نتحصلوا على عجين رائع، عجين وش نحكي لكم بنتو ولا أروع. هنا بعد ما نشكلها نغطيها ونخليها ترتاح شوية حوالي 5 دقائق. بعدها راح نبدأ نشكلها معاكم كيما راكم تشوفوا. هنا بعد ما ارتاحت لي راح ندلكها شوية فقط، يعني نعجنها شوية حتى تطم معايا بهذا الشكل يعني. ونحصل على كرات، يعني نقطعها إلى كرات. هنا حجم الكرات على حساب الطاجين اللي عندكم. انا الطاجين اللي عندي صغير. كنت حطيت لكم يعني شورت عليه كيفاش يعني نستعملوا الطاجين تاع الطين قبل يعني كي يكون جديد نحطوه نبيتوه في الماء. يعني ناخذ اناء كبير نحطوا فيه الطاجين ونعمروه بالماء ونخلوه ليله كامله. بعدها يعني نشفوه ونطيبوا فيه عادي. كما راكم تشوفوا هنايا انا شكلت الكرات التوعي بهذا الشكل. يعني هنا الحجم يعود لكم على حساب الطاجين. انا راح نخدم بالطاجين تاع الحديد ونخدم ايضا بالطاجين تاع الطين. راح نوريكم النتيجة تاعهم نفس النتيجة بنة رائعة ويجو ما شاء الله. كما راكم تشوفوا بالنسبة للمبتدئات ولا شيء صعب، يعني كل حاجة تقدروا لها، لكن فقط تبعوا مراحل تحضير الكسرة. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما نشكلها بهذه الطريقة نغطيها ونخليها ترتاح كمان يعني 5 دقائق. بعدها نولي لكم. هنا طاجين تاعي راه يسخن كما راكم تشوفوا، حطيته يسخن لما كنت نعجن. هنايا نبدا نحلل العجين تاعي. الحلال عادي يعني بدون استعمال حلال، وممكن انكم تستعملوا الحلال بالنسبه للناس اللي ما يتحصلوش على الشكل الدائري. فقط استعملوا اليدين في زوج باش تتحصلوا على الشكل الدائري بهذه الطريقه. انا حنحطها في الطاجين ونوريكم ان شاء الله باقي المراحل. هنا بعد ما حطيتها فوق الطاجين راح نعملها ثقوب بالشوكة بهذه الطريقة او بالسكين، يعني هنا اختياري. بعد ما طيب لي من الاسفل نقلبها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا نتيجتها ولا اروع. هنا راح نجرب لكم ايضا في طاجين تاع الحديد او اي مقلاة تكون يعني يعني خشينة. بهذه الطريقة راح نحط العجين تاعي ونعمل له ثقوب بنفس الشكل ونطيبهم من الجهتين ونتحصلوا على كسرة فطير ولا أروع. مذاقها بنة والله يعني وش نحكي لكم. ولادي ماتوا عليها، اول مره نديرها ما نكذبش عليكم. انا من عادتي ندير الكسة تاعي بدون خميره. اليوم جربتها بالخميره وعطاتني يعني نتيجه رائعه. نتمنى تجربوها لانه حقيقه تستاهل التجربه. بنتها ولا اروع ومذاقها
أيضا. كما راكم تشوفوا هنايا، كان هذا هو فيديو لنهار اليوم، كسرة فطير بطريقة سهلة للمبتدئات، يعني الناس اللي يخافوا يعني العجين سهل فقط، يعني حبوا الحاجة اللي تديروها وأكيد تنجحوا فيها إن شاء الله. إذا وصلتوا لهنا ما تنسونيش في الاشتراك في القناة ولايك من عندكم وتعليق شباب يحفزني اني نحط لكم دايما جديد ودايما الافضل ان شاء الله. كانت معكم مطبخ رحمة وندى، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع الف سلامة.